طيب ده ممكن ياخدني لفكرة ان انا اندمج مع ناس والناس تدخل في علاقات معايا ونتكلم وندردش ومكالمة بقى في نص الليل نحكي فيها عن تجارب ده بيترجم غلط. التيمات دي او الفرق دي فرق حقيقية منظمة وليها قواعد واصول حقيقية، الموضوع هيبقى حلو قوي قوي. بس لا، انت عندك جروبات واتساب. طب انت شايف ان هو بيئه التفكير خاصه للاستثمارات او حتى اللي هو كمشاريع؟ علشان عرفت انه ممكن الوقعة اللي على ظهري دي تجيب ارتجاج. طب لا، ما انا البس خوذ. بيهزروا يعني، بيقولوا احنا فجأة لقينا برج القاهرة ماشي فلقينا برج القاهرة ماشي من جنبنا على الأرض يعني. نايم نايم وبيزحف كده والطريق واخده، فاهم؟ ولسه بسبب السرعة الطريق واخدني فعلا، أنا ستيل ماشي من جنبهم يعني، هم بيمشوا وأنا ماشي على جسمي على الأرض. ممكن كلنا عارفين جيكسو وعارفين الشخص اللي بيجري معاه الكاميرا معروف 360 ومعانا في الكروزات، منتشر معانا في الايفنتات في مصر كلها مش بس في اكتوبر. آه، ممكن نرجع ورا شويه أوكي ونتكلم عن عادل ماشي. وبدايه عادل مع الشغل. الفكرة كلها إنه أنا مجال شغلي مؤخرا يمكن آخر 5 أو 6 سنين في حياتي عبارة عن مكتب، قعدة مكتب، شاشة وكيبورد وماوس طول الوقت. فالقعدة دي خلتني جسمي مخشب قوي، بسبب ان انا كان شغلي اللي قبل كده كان في مجال الانشاءات، فبتحرك كتير جدا. والحركة دي بشكل مستمر يمكن شبه يومي، بمشي بعدد كيلوات محترم يعني، حتى لو هي مش رياضة بس هي في النهاية بتحرك جسمي. فلما قعدت الفترة الأخيرة زي ما بقولك وتحول مجال شغلي لقعدة مكتب معظم الوقت، فكنت محتاج حاجة تحركني يعني. شفت فيديوهات لبعض الناس على الانستجرام وانا شوية في السوشيال ميديا بتفرج كتير قوي، لكن انا مش شخص اكتف يعني. بس شفت ناس بتتحرك بالسكيت وفي حاجات بتتعمل شكلها حلو. ما كانش لسه ظهر عندي فيديوهات الايفنتات والتجمعات الكبيرة، بس كنت شفت ناس هم مشهورين يعني دلوقتي بيمشوا بالسكيت، فعجبني الموضوع اتواصلت معاهم. في منهم ناس احبطتني قوي. احدهم يعني كان طبيب، لما تواصلت معاه قال لي لا انت سنك كبير ما ينفعش انك تلعب سكيت، ودي رياضة شوية محتاجة حد يكون في سن صغير ولياقة ورشاقة وكلام كبير كده. فقلت له خلاص ماشي، وكنسلت الموضوع من دماغي. تقريبا أسبوعين أو 3 اتعرفت على حد بالصدفة، هو في مصر الجديدة يعني، فقال لي تعالى بس انزل معانا ميرلاند وجرب نفسك. نزلت اتمشيت شوية في الميرلاند بالسكيت، كان هو مأجر أو بيأجر سكيت يعني. ممتاز. بس جربت الموضوع عجبني. في نفس اليوم طلبت السكيت بتاعي النكست. الاول كلمت شركه هنا في مصر، بس قالوا لي هتنتظر 3 شهور و4 شهور وحاجه كده كبيره، وضربوا لي السعر في رقم كبير شويه. بس قعدت اعمل سيرش يعني على باور سلايد نيكست اللي هم رشحوه لي وقتها. طلبته من برو سكيترز بليس اللي في كندا. انت بدأت بحاجة عالية. انا مش عارف ان ده عالي او لا، انا كنت ساعتها فاهم ان ده حاجه كويسه يعني، اللي هو انا مش فاهم ان ده عالي او منخفض. بس فيما بعد عرفت ان باور سلايد نيكست مش العالي، لكنه بيأدي الغرض كويس جدا يعني. في حاجات اقل من كده كان المفروض ابدا بيها، بس كان من حسن حظي ان انا بدات بالويل ال90، علشان كانت بتجنبني الوقعات البسيطه والحفر الصغيره دي، ولو طوبه او زلطه في الشارع بسيطه، فكان الموضوع ألذ واسهل بكتير. فلما طلبته جالي تاني يوم نزلت على طول بالسكيت. حتى في فيديو شهير عندي كده كنت عامله اول 30 يوم سكيت في الاكونت اللي انا عملته للسكيت بس. لذيذ فيه فكرة ان انا لسه بلبس سكيت لاول مرة، بربط السكيت لاول مرة، بشوف الموضوع والتوازن وبسند على ايد حد ساندني. الموضوع كان لذيذ يعني. كانت مثيرة شوية يعني. ما فيهاش الاثارة اللي ممكن تكون بتشد الناس، بس لا، فيما بعد حصل بقى احداث تانية حلوة يعني، انه انا خلاص اترددت ومش حاسس نفسي هعرف امشي بالسكيت. انا بقع كتير او ما كنتش بقع بالسكيت، بس كنت متردد، والجبن اللي عندي او خوفي من الوقعة والحذر خلاني شوية ممكن اكون لا انا مش هكمل في السكيت يعني. هستغله كده في بيتي ولا في جوه شقتي وامسك في ترابيزة او امسك في حاجة وخلاص. اتعرفت ساعتها على حد في جرين بارك. الحد ده عرفني على عمرو حماده عفوا. لما اتعرفت على عمرو حماده هو اللي نقلني بقى بفكره انه لا بص، ممكن تعمل كده وتحط ايدك على ركبتك وتبدا تاخد 7 وتاخد ستيب باي ستيب، وبعدين هتمشي الخطوه دي هتنقلك للخطوه التانية.
طب انت بتدرب اصلا؟ قال لي اه بدرب، واختفى. يعني مشي عمرو حماده وما ظهرش تاني خالص. اتواصل معاه ما بيردش عليا. بس نتيجه النصيحه الاولى دي عرفت ان هو حد بيفهم في السكيت. بقيت مصر ان انا اتواصل معاه علشان اقدر اكمل بالسكيت. تواصلت معاه فيما بعد ونزلت معاه تدريب، وقعدت فتره طويله يمكن تقريبا سنه بتدرب مع عمرو حماده. امم يعني هو اللي نقلني لفكره ان انا اقدر امشي اصلا في الشارع، وهو اللي حولني ان انا شخص اعرف اتحرك. او يمكن في البدايه على الاقل ما كنتش عارف امشي بالسكيت خالص. هو نقلني لمرحله ان انا اعرف اطلع بالسكيت في الشارع، امسك كاميرا زي ال 360، اتحرك بيها، اتعامل مع الناس في الشارع بالسكيت. فهو اللي نقلني للوضع ده بصراحه. انا حابب ان انا يعني ارجع شويه في القصه اللي انت سردتها، اللي هي جميله جدا. في حته اللي هو الاحباط، يعني احنا دايما كده بنشوف اللي هو السكيت حاجه رهيبه وما اعرفش ايه، بس اللي كان مختلف مع عادل ان هو في حد كان شايف عادل كبير عن سنه. وده يعتبر حاجه، يعني لو احنا شفنا الجيل بتاعنا هنلاقي ان هو في ناس ممكن تكون بتدرب ناس كبيره في السن، وناس شوياب او شعرهم ابيض حكما على سنهم. مش بنقول عليه حاجه، وبالعكس بنشجعهم وبنتحمس. فاللي هو اشمعنى حصل الموقف ده يعني مع عادل، في ان هو حد احبطه، او اللي هو موضوع السن؟ يعني مش كان متعرف ان هو السن الكبير عادي ان هو يلعب سكيت، وش باين على الكبير يعني لا بص، هو انا مش عارف ليه حصل. بس هو حد مشهور، والاضافه لشهرته انه طبيب. امم فمشهور وطبيب خلتني اكون شايف ان وجهة نظره سليمة، انه انا ما ينفعش العب سكيت. فوجهة نظر مبنية على يعني خبرة العمل اللي هو بيمارسه، اللي هي الطب، بالاضافة لانه اصلا ممارس للعبة السكيت. فهو عنده الجمع ما بين الاتنين. الجمع ما بين الاتنين دول مخلينه هو يكون قادر على الحكم بشكل سليم انه عادل ينفع يلعب سكيت او لا. هو ما شافنيش، ما تعاملش معايا، ما تكلمناش صوت حتى. انا بعت له انستجرام: من فضلك يا دكتور فلان، انا عايز العب سكيت، انا سني 32 سنه. ولا ساعتها كنت 31 سنه لسه. كمان. عايز العب سكيت، وعايز اتحرك بيه واشوف انا اعرف اعمل ايه بالظبط. لا مش هينفع والله، انت سنك اصلا كبير. واللي انت بتقوله على وضعك يعني الحياتي او نظام حياتك، بيقول ان جسمك اصلا مش هيتقبل فكره السكيت. تمام وشكرا وخلاص. لكن العكس حصل بعد كده. اتقابلنا صدفة في ايفنت بورسعيد السنة اللي فاتت. انا ما عرفتوش بنفسي. بس الغريب في الموضوع، ويمكن والله بدون تعالي، انا كنت ماشي افضل منه في الكروز. هي ما كانتش كروز كبيره، هي كانت تقريبا 2 كيلو رايح و2 كيلو راجع، يمكن اقل من كده كمان. المسافه قليله جدا، لكن النتيجه بتاعتها انا كنت راضي عن نفسي قوي في الكروز. وكنت طول الوقت باصص عليه. يعني حتى لو الفيديوهات لسه موجوده، الفوتج بتاعت ال 360 هيبان فيها ان انا كنت هيبان في ال 360 ان انا كنت باين ان انا ببص على حد، وبتارجت انه انا افضل ولا هو افضل. ودي المره الوحيده اللي اقارن نفسي بحد في السكيت. يعني عمري ما قارنت نفسي بحد في السكيت، لان انا عارف ان ليا ظروف معينه هتطلع مني ناتج مختلف عن اي حد محيط بيا. بس دي الفكره يعني. نقطة مهمة جدا بصراحة، اللي هو المقارنة. انا مقتنع دايما بانه في ظروف معينه ما ينفعش تقارن نفسك بحد. لكن في توصيفات تانية او في ظروف تانية ينفع تقارن نفسك بناس هم اعلى او سابقينك في حاجة. يعني لما تيجي تقول نظام تشغيل بتاع ابل ولا نظام التشغيل بتاع مايكروسوفت، مين فيهم افضل، تقدر تقارن ما بين الاتنين وتعمل مقارنة قوية جدا، وتحكم على مين فيهم افضل ومين فيهم اوحش يعني. جميل جدا، جميل جدا. ونتمنى ان الثقافة تنتشر اكتر، خصوصا عند كبار السن. واظن ان هي ان شاء الله هتكون بايدك ان لا هو توصل الناس الكبيرة ان رياضة السكيت هي حاجة ترفيهية، وممكن تطلعك من البيت. يعني انت ذكرت ان هو مجال شغلك في المكتب، قاعد قدام الشاشة، ما بتعملش اي نشاط حركي جسمي بتحرك بيه جسمك. آه، فخلى السكيت، انا اعتقد السكيت بالنسبة لك اول رياضة. لا، هو في رياضة تانية. انا كنت بتدرب سباحة فترة من حياتي. بس السكيت كشيء بيخليك تتحرك بأهداف تانية غير الرياضة، هو ده الممتع في الموضوع. يعني السباحة أنا بنزل غصب عني في الميعاد الفلاني علشان أنا منتظر الكوتش بتاعي، أو هو منتظرني، وفي ميعاد ما بيننا ومحددين نظام. ولازم أنزل أعمل التمرينة الفلانية. يعني لازم أنفذ 1 2 3 كاتش يمين وكاتش شمال لا، السكيت أنت بتنزل ترفه عن نفسك في المقام الأول.
ممكن في البداية أول شهر أو أول شهرين تكون بتمارس تمارين رياضية واضحة، بإنك بتعمل استرتشات، بتعمل إحماء، بترتب عضلات وأعصاب جسمك علشان تتأقلم مع السكيت. لكن في النهاية أنت بتنزل في المقام الأول فيما بعد علشان ترفه عن نفسك. يعني أنا السكيت بيفصلني، حقيقي بيفصلني، والجملة دي بقولها دايما كتعريف عن السكيت، إنه بالنسبة لي بعرف لما بيكون عندي ضغط نفسي أو تفكير كتير أو مضغوط في حاجة آه، شخصية حياتية، في الشغل، في على المستوى الإنساني، على المستوى الاجتماعي، whatever النوع الضغط النفسي اللي بنعيشه، السكيت بيفصلني فيه تماما تماما. بنزل الشارع، بمشي مع نفسي شوية، بنزل جرين بارك بمشي مع نفسي شوية، بروح في مكان بنلعب فيه زي ايجي سكيت بارك او سيتي بارك، الامور فيها بتفصل. مجرد ما بتمشي بالسكيت شوية خلاص، قابلت بقى عمرو حمادة، قابلت هشوم، قابلت حد ودردشنا شوية، فصلت زيادة. بس السكيت لوحده كوسيلة قادر ان هو يفصلني تماما عن الضغط اللي بعيشه. جميل جميل جدا. يعني مش بس بيفصلك عن الشغل. لا، مش الضغط النفسي الخاص بالشغل بس، هو ممكن يخليني حتى اعرف افكر كويس. انا اوقات انا من الناس اللي بتحتاج ذهنها يفضى ويفوكس في او يركز في اتجاه واحد، فما بعرفش اعمل ده بسهوله. السكيت بيخليني اعمل ده بسهوله. السكيت وانا ماشي بالسكيت فما فيش حاجه اعملها اصلا، انا ماشي كده وخلاص. فماشي كده وخلاص دي باصص قدامي، مركز قدامي، انا شخص بيمشي فورورد بس ما بعرفش امشي باكورد خالص. فالنتيجه من ده انه انا بعرف افكر كويس، بعرف افضي دماغي، فبالتالي بعرف اخد قرار في حاجه تكون شغلاني مش قادر افكر فيها كويس. نتيجته حلوه يعني. رهيب 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 رهيب. لا فعلا يعني انا مش بحب اطرح وجهة نظري او كده في المواضيع اللي بيتكلم فيها الضيف، بس انا متفق معاك جدا جدا. فعلا السكيت بيعمل حاجه زي كده. مش بس السكيت، بس السكيت ممكن يكون متميز زي ما انت قلت في حاجات كتيره جدا، انا فدي بتكلم تعتبر عن شيء انا جربته يعني. مم. بس فدي حاجه جميله لوحدها. اظن شايف انك ما شاء الله بادي بسكيت اللي هو النكست زي ما انت قلت، وعملت ابجريد. يعني هو سكيت جميل ما شاء الله، وعملت له ابجريد. ما شاء الله رولر بليد تويستر اتش. انا ما عملتش ابجريد للنكست. انا كنت بمشي بالنكست وكان مناسب ليا جدا، زي ما قلت لك ان انا بدات ب 90 او 90 ملي ويلز. فدي كانت مناسبه ليا والامور فيها كانت تمام. وحتى عمرو حماده في ترشيحاته دايما طول الوقت في التمرين بيقول لي مش محتاج تعمل اكتر من كده، يعني انت مش محتاج تستخدم معدات او ادوات اكتر من اللي انت بتستخدمها، فهتقدر تطلع منها نتيجه كويسه. بس في عيد ميلادي اللي فات في واقع الامر يعني جات لي هديه رولر بلاي تويستر اس اوه اي ما شاء الله. سبيشال اديشن. فهو بيجي معاه ويلز 80. الفريم السبيشال اديشن ده والويلز ال 80 كانت بالنسبه لي صدمه. الفرق ال 10 مللي دول او السنتي دول كانوا فعلا بيوقعوني، وكنت بنزل في الحفر الصغيره بحس بان الموضوع سخيف قوي، مش قادر افادي نفسي. اتعودت على ان ال90 بيفادي الحاجات الصغيره، الفراغات الكتيره اللي في الشارع واللي في الاسفلت اللي في مصر بيناسبها اكتر 90 فيما فوق. هي مش وجهة نظر عن خبرة قد ما هي، او مش سوري، مش وجهة نظر عن علم او عن قدرة علمية في السكيت، قد ما هي عن خبرة شخصية. انا بالنسبة لي الويلز ال90 فيما فوق افضل بكتير جدا في الاسفلت في مصر، لان الاسفلت خشن الى حد ما بنسبة تخليك حتى لو في الشوارع الكويسة تخليك عايز تفادي الكسرات الكتيرة اللي فيه بحجم الويل الكبير. فلما جالي الرولر بليد اس اي كان 80، فما كانش لطيف بالنسبه لي خالص، وركنته فتره طويله لحد ما التقيت بواحد من السكيترز الكويسين اللي في مصر. يعني هو سنه صغير بس هو حد بيفهم شويه، فشرحت له الموقف وقال لي ازاي راكن رولر بليد وانت بتستخدم نيكست، والفرق كبير جدا ما بين الشركتين او ما بين التو براندز يعني. ف المهم شرحت له القصه، قال لي لا احنا ممكن نستعيد عن ده، او انت تبيع الفريم بتاع رولر بليد ونجيب بدل منه فريم اندلس ويزرد 90. طب انا مش عارف يعني ايه اندلس ومش عارف يعني ايه ويزرد ومش عارف مين دول اصلا بيعملوا ايه. شرح لي الموضوع ببساطه كده في 5 دقايق. طلبت الفريم وطلبت معاه الويزرد سوري، طلبت معاه الويلز. لسه المسميات مش مجمعه عندي قوي. لا لا، ولا يهمك طلبت عادي. معاه الويلز. وجبت حتى وقتها، لاني اكتشفت ان الويلز هي اكتر حاجه بتتاكل او بتستهلك في السكيت. فجبت كذا طقم يعني ويلز. جبت السيت اب ال 110 وجبت السيت اب ال 90 على نفس الفريم، هو الفريم بيركب عليه الاثنين يعني.
بس فدي قصة الابجريد اللي حصلت يعني. واتعودت على التوست. ده اجمل بكتير جدا. انا كمستخدم بحكم على الاتنين من خلال تجربتي الشخصيه. انا بالنسبه لي رولر بليد اس اي افضل بكتير جدا جدا من النكست. انا ما جربتش حاجه غير الاتنين، بس الحكم من خلال تجربتي الشخصيه انا بالنسبه لي السيت اب ده على بعضه، الويلز الهيدروجين ال90 او حتى الدير رولن ال90 والفريم الاندلس 90 او 3 في 110 والرولر بليد اس اي كسيت اب كامل او يعني كسكيت كامل كده، هو محترم جدا ومؤدي بشكل كبير جدا لكل اللي انا محتاجه في التوازن، في المشي في الشارع. لان انا بمشي معظم اللعب، انا فهمت فيه يعني مؤخرا فهمت ان المسمى اللي انا بلعبه ده ايربن، او اللي انا بحاول ان انا العبه يعني بشكل افضل هو ده ايربن. فهو غالبا هو بيديني اللعب المدني. اللعب الشارع مم. فهو مديني اللي انا محتاجه بالظبط. فعشان كده بالنسبه لك الرولر بليد احسن من انا ما بقيتش استخدم النكست بصراحه خالص خالص يعني. انا اوه. يمكن بقالي سنه تقريبا ما لبستش النكست، يمكن مرتين او 3 بس. اكيد حط في النيش. لا لسه ما شلتوش في مكان. انا بفكر ان انا شفت عند واحده من المشاهير بس بره مصر يعني. كنت بسالها على حاجه في السكيت فصورت لي دريسنج. الدريسنج ده هو دريسنج سكيت. يعني ايه دريسنج؟ دولاب، بس دولاب بضلف ازاز مرايه كده واضاءه داخليه فينيش وحاجه. نظيف يعني. حاجه بس حاجه محترمه قوي للسكيت فقط. لاينرات بقى وبوتات كتيره قوي وفريمات كتير جدا واطقم ويلز وباكلز وكافز وحاجات بقى اللي هي مكونات السكيت، بس كميه مهوله يعني. هي الشركات بتبعت لها ان هي تتجرب، بس هي بتحتفظ بالنسخ دي يعني. هم بيبعتوا لها نسخ خاصه بيها تقريبا او حاجه زي كده. هي واحده من المشاهير بره بس عشان البودكاست فمش حابين نقول الاسماء. بس شفت الدولاب بتاع السكيت اللي عندها ده حاجه فخمه جدا. فممكن يكون في المستقبل افكر اعمل حاجه زي دي، رهيب. احتفظ بالنسخ اللي انا هجربها يعني. انت شعلت في دماغي الفكره لا هو بصراحه. جميل بصراحه هنهاشتج عمرو حماده في الجزئيه دي، عشان هو عنده ما شاء الله كميه سكيلات. يوم لما جالي كده ب7 سكيلات. انا شفت في وبيقول لي كل العربيه انا عنده. انا جايب بس فرده واحده من كل سكيت، اللي هو كل ده يا عمرو ما شاء الله تبارك الرحمن. وحضرت معاه سكيتين وهم جداد لسه. الاجريسيف الاخير اللي هو السبيشال اديشن ده او الاصدار الخاص ده، والرولر بليد اللي في رجله طول الوقت. رهيب ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يزيدنا يا رب. ربنا يبارك له يا رب فيهم. نرجع لورا شويه. بحب ارجع لورا شويه، بحب ان براحتك. انا ادعبس في الباك جراوند بتاعت الشخص. إيه... عادل زمان كان بيحب التصوير، كان هاوي تصوير. دي حقيقه. انا اصلا الهوايه الوحيده يمكن عندي بعد القراءه، لان انا بطلت اقرا من زمان، بدات بالتصوير. او الهوايات يعني عندي يمكن هي هوايه وحيده كانت التصوير. بس شغفي في التصوير معظم الوقت كان فوتوغرافي مش فيديوغرافي. تصوير فوتو مش فيديو. الصور مش فيديوهات. صور مش فيديوهات. تصوير الصور مختلف تماما تماما عن الفيديوهات. انا راجل ما بعرفش اعمل حاجه خالص تخص الفيديوهات. والخطوات اللي ممكن تكون بتعملها علشان تاخد صوره حلوه ممكن تعملها باي معده. هي الفكره بس في المشهد نفسه والتكوين. في كتب كتير بتتكلم في حاجه زي دي يعني. مثلا في كتاب مشهور قوي بيدرس حتى في فنون جميله اسمه التكوين في الفن التشكيلي، او التكوين في الفنون التشكيليه. التكوين اللي هو بتقسم الصوره من وجهه نظرك لحاجات معينه تخلي العين البشريه مستسيغاها او مستقبلاها بشكل لطيف. الفيديو ليه قواعد تانية كبيره جدا. ففي الاول انا كان هوايتي المستمره واللي طول الوقت حتى بستثمر في هوايتي دي وبصرف عليها فلوس كانت التصوير الفوتوغرافي. لما دخلت في السكيت الفوتوغرافيا مش مهمه خالص في السكيت. ما بتديلوش اي معنى او ايحاء يعني. انت علشان تحس انك عملت حاجه محتاج انك تصور اللي انت بتعمله فيديو، لانه في خطوات انت بتمشيها وفي مراحل معينه بتمر بيها من مرحله الصفر لحد ما بتوصل لدرجه الاتقان او الاجاده اللي انت بتعمله في السكيت. فنتيجه ده قررت ان انا اجرب نفسي في الفيديو يعني. انا معايا معدات تناسب تصوير الفيديو، لكن انا ما بعرفش استخدمها في تصوير الفيديو. كنت طول الوقت بعمل بيها حاجات لنفسي كده بستمتع بيها في الصور. فقررت ان انا اجرب ليه لا يعني. بره مصر بشوف فيديوهات بيصوروا بالجو برو، بيصوروا بالجو برو اديشنز مختلفه وبيصوروا فيديوهات حلوه قوي. لقيت معاهم كاميرا الانستا 360 وهي كانت اوريدي معايا الاكس 2 وقتها. فقلت طب خليني اجرب واشوف الدنيا فيها ايه. نزلت بيها كذا كروز. مش كروزات اللي هو كانت التمشيه الخفيفه اللي كنت بحضرها في الاول، لانه انا تاني كروز حضرتها كانت عنيفه شويه، فنتج منها الخبره اللي بتخليني امشي في الشارع دلوقتي. فقررت ان انا امسك الكاميرا واجرب بقى او اسجل العنف اللي بيحصل لي في الشارع ده.
هو عنف مش من الاخر، هو عنف معايا انا، ان انا جسمي بيحس بحاجات غريبه وجديده عليا. فقررت ان انا اصور ده. في البدايه كنت بصور نفسي بس، بعد كده لما ال 360 بتاخد الزاويه كامله، بتاخد 360 درجه، فبقى ظاهر معايا هشوم، وظاهر معايا عمرو حماده، وظاهر معايا فلان وفلان وفلان. فنتيجه لده قادر انك تاخد فوتج لكل واحد منهم، قادر انك تاخد فيديو لكل واحد منهم بزاويه مختلفه وبشكل مختلف جدا. فنتج منه دمج بقى للفكره بتاعت هوايه التصوير مع السكيت. جميل الربط بين الاثنين. هو ممتع بالنسبه لي بصراحه. بس تواجدك في الايفنتات بشكل عام، واللي هو آه، انتشارك تمام بعيد عن حركة التيم اللي انت منتسب ليه او وجودك فيه كعضو يعني، آه، ممكن نقول ان هو ايه ده اللي خلاك ممكن تكون متواجد في اماكن كتير وكده. بص، هو الفكره كلها انه السكيت متعته في انك تعيشه مع ناس. انا زي ما قلت لك، هو بيفصلني لما بنزل امشي لوحدي بالسكيت، بس انا يمكن ما بعيش ده بشكل كامل قد ما انا بتبسط بيه اكتر وانا في وسط ناس. لانه انا في طول الوقت انا محتاج ناس تعلمني حاجات، ولما بكون في وسط ناس بحس بالامان في السكيت اكتر، لانه لما بمشي لوحدي العربيات مش هتديني المساحه بتاعتي في الشارع، اللي على الاقل مش هيحترموني زي ما انا في وسط مجموعه. لو ما احترمنيش وانا في وسط مجموعه، على الاقل هيخشانا او هيتجنبنا شويه او هيدينا مساحتنا من الحريه. المساحه دي بتخليني قادر ان انا اتحرك براحتي، وقادر ان انا امارس الرياضه نفسها او اللعبه نفسها بشكل مريح. فمعظم الوقت بتلاقيني في وسط تجمعات. لما بيعلن عن ايفنت مثلا عند المنصوره واسماعيليه والسويس وبورسعيد وغيره، او في اسكندريه مثلا، ودول اكتر ناس بروح معاهم. الفكره هنا في التواجد، ان انا بحب التواجد مع المجموعات دي. مؤخرا بقى الموضوع بيبقى شكله الطف. يعني انا كنت في الاول الانفيتيشن دي بتيجي للتيم اللي انا بنتمي له، فبيعلن عنه يلا يا جماعه نروح او مش هنروح، وبيحصل تصويت على جروب الواتساب اذا كان الناس عندها قدره او رغبه ان هي تروح او لا. ولو ما فيش وقت يسمح او ما فيش رغبه ان هم يروحوا، ما بيروحوش. انا كنت بروح في معظم المرات، حتى لو هروح لوحدي. انا في ايفنت بورسعيد رحته لوحدي، ما كانش في حد من اتجاه بتاع اكتوبر وزايد خالص غيري. كانت بس دعوة ولا كانت منك؟ لا، ده كان الايفنت الوحيد اللي رحته كده مني لنفسي يعني، وما كانش حد عارفني خالص. انا رايح وهقابل الناس كده واتمشى بالسكيت واشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. بعد كده لا، بقى الموضوع الناس بتتصل بيا، انت جاي الايفنت؟ يا جماعه هاجي. ده حلو قوي ان انتوا اصلا تعرفوا ان انتوا ممكن تكلموني يعني. ده حاجه حلوه بالنسبه لي قوي. فبقيت اروح احضر الايفنتس، والموضوع ممتع بالنسبه لي في ان انا بقابل ناس وبشوف خبرات مختلفه وبشوف حتى نوعيه لعب جديده عليا. يعني انا ما كنتش اعرف مثلا ناس بتهاي جامب غير في الايفنت بتاع ايجي سكيت بارك. انا كنت فاكر ان الهاي جامب بالنسبه لنا اللي هو 80 سنتي. انا بعدها جبت ال 80 سنتي دي، يعني بعد الايفنت ده فهمت ان ال 80 سنتي دي مش حاجه خالص. فبقى عندي الجرأه ان انا اجيبها من غير كيكر يعني، واطلع. حتى في فيديو انا منزله عندي بتريق ما بين الجامب ال 2 سنتي وبقى على ظهري فيه، والجامب ال 80 سنتي وبتجنبه، عمرو حماده بيسقف لي. انا ما اظن ف ده كان أسوأ وقعة بالنسبة لك. لا خالص والله. الوقعه دي نتيجتها اللي بعد كده ما كانش فيها الم وقتها، بس كان في خضه. لكن كان في وقعه تانية جديده حاصله هي اللي كان فيها مش ألم بقى قد ما هو في صدمة كبيرة قوي، انه ازاي انا اتجرأت للدرجة دي. ممكن ابقى احكي لك عليها بعد ما اقول لك موضوع الايفنتات يعني. فنتيجة الايفنتات ان انا اكتسبت خبرات مختلفة، وبقيت اشوف ناس بتلعب حاجات مختلفة. يعني زي ما بقول لك ايفنت ايجي سكيت بارك، لقيت الناس بتعمل فيه هاي جامب بيجيبوا 135. في 2 أو 3 يعدوا ال 135 وقتها. انا كنت قاعد بصور ومبسوط قوي ان في حاجه، ايه ده، هو ينفع اصلا الارقام دي ومن غير كيكر؟ ده الناس بتطلع كده وبيدوب بيمشي خطوتين وما بينزلش داون ولا بياخد سرعه. ففهمت ان التكنيك بتاع الموضوع في حاجات كتيره جدا ممكن تحصل قدام. دي الفكره يعني. الوقعه بقى اللي بقول لك عليها دي وقعه شويه كانت، انا نزلت مع شخص عزيز عليا شويه في وسط البلد، وتحديدا في الدقي يعني. نزلت اتمشيت معاه بالسكيت. هو بيديني اوردر، اسمع مني وما تسمعش العربيات. لو العربيه هتخبطك سيبها تخبطك، مالكش دعوه، بس نفذ اللي انا هقوله. خد يمين خد يمين، امشي شمال امشي شمال، جامب يبقى جامب. انا مش متوقع ان انا اعرف اعمل ده. ليه؟ لانه طول الوقت هنا بيتحايلوا عليا اعدي البلاعات او الحفر اللي في الشارع بجامب، وانا اقول لا، باخد تي بريك او اتجنبها في جنب. في النهايه ما بعملش جامب، وعندي خوف وحذر، مع اني لابس السيفتي ومأمن نفسي وعندي شورت السيفتي وكل حاجه تمام قوي. انا مجهز كاني هنزل داون هيل، ومع اني ما بعملش ده، بس مجهز جدا في السيفتي لان عندي جبن في الاصابات شويه.
لما نزلت معاه وتمشينا في الدقي ومشينا مسار كبير، يعني مشينا شارع التحرير ودخلنا منه محي الدين ابو العز، وبعدين رجعنا تاني على نادي الصيد، ومن نادي الصيد رجعنا تاني على شارع التحرير، ومنه على السفاره السعوديه في الدقي. فكان مسار بالنسبه لي هو مش كبير المسافه، انا بمشي هنا في اكتوبر مسافات اكبر، بس مشيت فيه جوه العربيات وبينهم. فالمهم هو يديني اوردر، هو اسمه كيتا، مشهور باسم كيتا، يعني اكيد الناس بتوع السكيت يعرفوه كويس. فيقول لي خد يمين، اخد يمين، اعمل جامب حالا. فانا مخي مش مستوعب، بس بنفذ اللي هو بيقوله، يعني انا مش مستوعب ان انا هعرف اعمل جامب. فتلاقيني بعمل جامب، بنتقل من الطريق اتجاه اليمين لاتجاه الشمال واعدي رصيف، وانا مش مستوعب ان انا عملت ده اصلا. اوه. فده اداني جرأة زيادة قوي. جيت بعدها في اكتوبر نزلت في الايفنت اللي كان عامله كابتن عمرو حمادة، واخد بقى يعني جرأة زيادة جدا عندي، ومش مهم ايه اللي هيحصل دلوقتي. ففي الميلة البسيطة بتاعت جمال عبد الناصر طول الوقت باخدها تي بريك، ما بزودش سرعتي وابقى ماشي في وسط الناس، ولو اتأخرت ما فيش مشكلة عشان هو اصلا الاسفلت ناعم ومديني سرعة شوية. والبيرنج عندي علشان ما بعملش بيها حاجات، ما بمشيش بيها في التراب كتير ولا حاجة، فالبيرنج يعني واخدة راحتها قوي وسريعة زيادة شوية. فبعد الجرأة بتاعت تجربتي مع كيتا في وسط البلد، قلت لا، ده انا هاخد راحتي جدا واخدها ستيبس. فنازل في الميل البسيط ده واخد سرعه رهيبه، يعني انا ماشي والعربيات ماشيه جنبي، فانا العربيات مش سابقاني، انا ماشي بنفس سرعه العربيات جوه محور جمال عبد الناصر. فالموضوع انا في حاجه كبيره بعملها، انا حاسس ان انا بعمل حاجه كبيره جدا، انا من جوايا في ايه ده انا جامد. في الجمدان بتاعي ده رجلي اليمين اختل توازنها، لعبت مني كده. لما لعبت انا طول الوقت بقف على رجلي الشمال وارفع اليمين عادي كاني هعمل تي بريك. في اللحظه دي ما عرفتش اعمل كده، ما اعرفش ازاي. فجأة لقيت نفسي ماشي على جنب الشمال، جسمي كله بيسلايد وماشي في وسط الناس، لدرجة ان في بعض الناس بيهزروا، يعني بيقولوا احنا فجأة لقينا برج القاهرة ماشي من جنب. فلقينا برج القاهرة ماشي من جنبنا على الارض يعني. نايم نايم وبيزحف كده والطريق واخده، فاهم؟ ولسه بسبب السرعة الطريق واخدني فعلا، انا ستيل ماشي من جنبهم، يعني هم بيمشوا وانا ماشي على جسمي على الارض. فالموضوع كان دي صدمة البنطلون راح فيها خالص. بس لا بصراحة كانت بالنسبة لي ادتني شجاعة، وبعد كده هدتني شوية. لما نزلت بعدها وسط البلد تاني لقيت نفسي مخضوض ومش قادر يعني. هما بيتدربوا في مكان في جاردن سيتي كده قدام السفارة البريطانية. ما رحت هناك تاني لقيت نفسي مش قادر اتجرأ نفس الجرأة، يعني نزلت بعديها مرتين او ثلاثة. مش قادر اعمل نفس اللي كان كيتا عمله معايا. ما عنديش الجرأة، حاسس ان الوقعه دي صدمت جسمي عصبيا، مش يعني من جوايا انا حاسس ان مفيش حاجه اصلا، ما اتعورتش ولا في حاجه خالص، السيفتي الحمد لله والبنطلون. لكن الصدمه يمكن نفسيه او عصبيه من جوايا، ان انا جسمي مش قادر يتاقلم تاني وياخد نفس الاكشن اللي كان بيعمله يعني في اول مره مع كيتا. على انك كنت لابس سيفتي. وستيل انا ما بمشيش غير بالسيفتي. ودي نصيحه لاي حد كبير هيجرب انه يلعب سكيت او صغير، بس انا باكد على الكبير لان اصابات الكبير شويه اصعب واعقد من الصغيرين. فباكد انه دايما انا بلبس سيفتي، انا طول الوقت بلبس سيفتي. واوقات لما بكون حاسس ان انا النهارده هعمل حاجه تجربه تقيله شويه، بلبس الشورت السيفتي اللي هو متبطن بالكامل وفي قطع شويه ميتاليك وحاجات كده تقيله يعني. تفتكر مرة السيفتي حماك من حاجة كانت خطر ممكن تحصل لك؟ كتير كتير قوي كمان. انا الوقعات بتاعتي كلها جت في السيفتي، كل الوقعات بتاعتي وفي حاجات متصوره كلها جت في السيفتي. ووقعات غريبه يعني. انا الوقعه بتاعه ظهري اللي انا بقول لك عليها ال2 سم الهزار دي، بعدها اشتريت الخوذه على طول. نزلت في نفس اليوم او تاني يوم تقريبا اشتريت الهلمت على طول، عشان خبطت في مناطق؟ علشان عرفت انه ممكن الوقعه اللي على ظهري دي تجيب ارتجاج. طب لا، ما انا البس خوذه والموضوع ممتع، فانا ليه افقد المتعه بتاعته؟ انا ليه احول المتعه لشيء خطر وكارثي؟ طول الوقت بلوم على اي حد عنده الجرأة انه يعمل حاجه كبيره ويعملها بعنف لدرجه انه يأذي نفسه. لا، اعمل الخطر ده واستمتع بيه طالما انت عندك روح المغامره، بس وانت مأمن نفسك. ما فيهاش مشكله خالص انك تأمن نفسك وتستمتع. طيب انا ده بعيدا عن السكريبت اللي انا كاتبه، انت ايه رايك في السكتشات بشكل عام، المناظر اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي؟ بص، هو احنا لو خدنا التجربه العامه في المشاكل بتاعه السكيت، مش هيكون السكتش اولهم، بس هو من بين الحاجات السيئه اللي بتخلي الناس تكرهنا. يعني انا عندي سؤال دايما بطرحه على الناس بتوع اوبر وسواقين التاكسي. انا شويه من الناس اللي بتبادر بالمحادثه مع الاخرين،
فلما بركب مع حد سواق تاكسي او اوبر او اندرايف او يعني وسيله انتقال في مصر، بدردش معاه حوالين السكيت، لانه بيشوفني شايل السكيت في الهوك في ايدي او شايل شنطه جواها سكيت فباين السكيت. يا اما هو بيسالني عن السكيت او انا بفتح معاه الموضوع عن الناس اللي بيمشوا بالسكيت. دايما النقد اللي بيوجه لمنطقه وسط البلد، الحته البقره بتاعت عابدين والتحرير ومحمد نجيب والمنطقه اللي من جوه عند البورصه، كلها ماشيه في سكه الناس اللي بتمسك في العربيه وتاذي نفسها وتاذي غيرها. هو ده شكل السكتش يعني، او ده مسمى السكتش اللي انت بتقوله. بس انا شايف ان في مشاكل تانية كتيره جدا ممكن تتحط قبل السكتش. يعني لو احنا هننتقد انه السكيت رياضه مؤذيه ولا مفيده، في مشاكل كتير جدا ممكن تتقال قبل السكتش، لانه السكتش اوقات بيبقى شكله لطيف وحلو. انا ما عملتوش في حياتي. المره الوحيده اللي عملت فيها سكتش ان انا مسكت في ايد عمرو حماده وهو ماسك في موتوسيكل. كان هزار كده، وكان حد حبيبنا يعني مش هيرخم علينا ولا هيأذينا، كان هزار بس عشان عمرو يوريني السرعه ممكن توصل معايا لحد فين. بس خلاصه الموضوع السكتش انا شايفه مؤذي وشيء سيء، بس هو مش في مقدمه الحاجات السيئه. مع العوامل ديت اظن انك استثمرت وقت كتير جدا في السكيت. دي حقيقه. انا بالنسبه لي في اول 4 أو 5 شهور كنت بنزل كل يوم، وكل يوم دي معناها ان انا كنت ممكن اقعد من 4 ل5 ساعات يوميا. ممكن اكون ما بعملش حاجه في السكيت قد ما انا جسمي بيتعود عليه. بس نتيجه ده انا قادر امشي في الشارع لوحدي من غير ما ابقى قلقان ومن غير ما ابقى خايف من حاجه. فالبدايه بتاعت ال4 أو 5 شهور دي كانت استثمار قوي من الوقت في السكيت. دي حقيقه. فاستثمارك في السكيت ما اثرش على شغلك بشكل ما؟ بص، هو انا الوقت اللي استثمرته في السكيت، لو احنا سميناه استثمار يعني، لا كان بيفيدني قوي. بس في حاجات في شغلي اتأثرت بالسلب، لكن النتيجة مش كارثية. لكن الكارثي في الموضوع ما بعد الاستثمار الوقت في تعلم السكيت. يعني انا بقى في حاجات بعملها تبعا للسكيت ممكن ما تطرقش ليها يعني، بس في حاجات بعملها تبعا للسكيت هي أثرت على شغلي بالسلب، وخدت من وقتي إجمالا حاجات يعني مش لطيفة مش حلوة. في تجارب كتير أنا غلطت فيها بشكل أو بآخر. ممكن أقول إن أنا معرفتش مانجمنت معرفتش ان انا معرفش ان انا ادور الحاجات المعطيات اللي قدامي كويس علشان اطلع منها بافضل نتيجة. لكن انا في فترة من الفترات، ويمكن ده مؤخرا اتعالج الحمد لله، عالجت علاقاتي دي المتشعبة قوي بزيادة، واللي ممكن تكون حطتني في بؤرة ما تتصنفش بشكل سليم. لكن نتيجتها خدت درس كويس ان انا لا اعرف ارتب كل اموري، وان السكيت يبقى متعة ما يزيدش عن حيز انه يكون متعة. التصوير يبقى متعة ما يزيدش عن حيز انه يكون متعة. لو انا هشتغل في مجال من المجالين، في الحالة دي ممكن بقى نشوف المشاكل اللي هتصب فيهم ونقدر نعالجها ونتجنبها ونعمل بقى تحليل المخاطر والكلام الكتير ده. لكن بشكل او باخر انا بالنسبة لي الاتنين هم مش مديرين للربح بالنسبة لي. يعني انا مش ما خدتش اي ربح منهم ولا هاخد ربح من الاتنين، لا تصوير ولا سكيت. وده في الوقت الحالي امر واضح بالنسبه لي قوي. لذلك شايفهم هما الاثنين يكونوا متعه ويقفوا عند حيز المتعه. يمكن حتى مؤخرا كنت بدردش مع واحد من صحابي بقول له ان انا ممكن اتجنب السوشيال ميديا خالص الفتره اللي جايه، يعني حتى اوقف خالص انستجرام وانا ما عنديش اصلا منصات سوشيال ميديا تانية. عندي فيسبوك ما فتحتوش يمكن من 3 أو 4 سنين، ما بنزلش فيه حاجه غير تغيير صوره البروفايل ولا حاجه. بس في خلاصة الموضوع يعني حاسس ان انا ممكن اتجنب السوشيال ميديا في الفترة اللي جاية وارجع تاني ارتب وقتي واحاول استفيد منه. مع السكيت السكيت يبقى متعة، يعني انزل كل يوم امشي في الشارع ساعتين، ايه المشكلة؟ في ايفنت انزل على قد ان انا اكون ضيف في الايفنت، بستمتع زي اي حد وامشي. لكن ما كنش ببذل مجهود كبير قوي مبالغ فيه بزيادة في حاجات غير السكيت او غير التصوير. يعني هو سكيت وتصوير انا بستمتع بالاتنين دول. طيب في حاجات تانية حوالين النقطتين بتشعب فيهم. علاقاتي زادت قوي بشكل خلاني انا شخص متصنف في كاتيجوريز او في تصنيفات مش بتاعتي او ما بنتميش اليها. فنتيجة ده لا انا خلاص مرتب اموري تاني واستعيد بقى نفسي.
علشان على الأقل أكون في مكان كويس بيني وبين نفسي وأكون راضي عن نفسي، ألعب سكيت وأصور بس، ما أدخلش في حيز تاني أكتر من السكيت والتصوير. يعني أفهم من كلامك لو حد مثلا في نفس التجربة بتاعتك إن هو بيلعب السكيت أو حتى أي رياضة كانت، ما يديهاش حجم أكبر من قدرها، إن هي كرياضة بيتسلى بيها وبيستمتع بيها. لأ، هو ده يختلف من شخص للتاني، يعني في ناس عندها المساحة اللي تخلّيهم إن هم يحوّلوا الرياضة لشيء أكبر، يعني ممكن حد مثلًا في سِنّي يبقى شغّال في الbusiness بتاع السكيت، ممكن يبدأ بنفس مستواي اللي أنا بدأت بيه، اللي هو تحت الأرض بالنسبة للskater الموجودين، ويبدأ يطوّر من نفسه لدرجة إن هو يشتغل في الbusiness بتاع السكيت، أيًا كان بقى تدريب أو تجارة أو مجال ما بينهم، أو يشتغل في الmedia عمومًا media production، أو يعني الدعاية والإعلان الخاصة بالسكيت، أيًا كان الطبيعة اللي ممكن يُدِر على نفسه فيها فلوس من خلال السكيت ينفع، ده شيء متاح للجميع يعني، بس أنا مش مناسب ليّا، يعني أنا الشخص ما ينفعش معايا النوع ده من الbusiness أو النوع ده من الشغل والربح، فبالتالي مش هينفع إن أنا أستثمر فيه أكتر من كده، لا فلوس ولا وقت. أنا بالنسبة لي إن أنا هاستمتع بالskate واستمتع بالتصوير لنفسي، لو حسيت إنه في شيء ما مُلفت أوي ممكن أعمله كproject مثلًا جبار أوي بالنسبة للتصوير، هاعمل ده. يعني event من إيفنتات عمرو حمادة يستاهل أوي إن أنا أطلع بقى بكل معداتي ويالّا بينا نصوّر الevent ده كلّه، حاسس إن أنا هاطلّع نتيجة فعلًا مختلفة عن أي حاجة أنا عملتها قبل كده، هاطلع بمعداتي. لكن لو أنا مش شايف في الevent ده أو مش شايف في نفسي شيء جديد ممكن أقدّمه من خلال الevent ده، يبقى خلاص أطلع كskater أستمتع الساعتين 3 وفرصة سعيدة وهامشي، أو على الأقل بال360 في الإيد وآخد بيها footage لنفسي، لو ما فيهاش حاجة ملفتة وجبارة ما استخدمهاش. طب أنت شايف إن اللي هو بيئة السكيت خصبة للاستثمارات أو حتى اللي هو طبعًا، كمشاريع؟ طبعًا، الskate في مصر داخل مستقبلًا في سكة إنه يكون business محترم جدًا، ومحترم أقصد بيها إنه مساحته كبيرة وتسمح بضخامة الاستثمار فيه يعني. ضخامة الاستثمار دي ممكن يخش في حاجاتها أو في أبعادها حاجات كتير أوي. خلّينا نقول إن إحنا أول حاجة في أي منتج بيخش في مصر إحنا 110.000.000 تقريبًا يعني، ال110.000.000 دول لو أنت خدت منهم 10% سمعوا عن الskate فأنت بتتكلم في 1.100.000 كزبون محتمل إن هو يكون. سمع عنه، مش مهم يكون زبون دلوقتي، أنت ما بتتكلمش بقى في بيع أو شرا أو في اتجاه معين من اتجاهات الاستثمار. تعالَ بقى قسّم الاستثمار ده لاتجاهات معينة، اتجاهات الاستثمار دي ممكن تكون تدريب، فتفتح أكاديميات للتدريب، هي منتشرة جدًا في مصر بس كلّها عشوائي، كلّها بالكامل ما لهاش دراسة جدوى، ما لهاش تحليل مخاطر، ما لهاش business plan محترمة تتحط ويقول لك أنا هاكسب إمتى وهاشتغل على نفسي إمتى وهادخل في مراحل الانتشار والتسويق إمتى وهاعمل أرضية للفكرة أو للخدمة اللي أنا باقدّمها إمتى، كل دي أو المراحل الزمنية الخاصة بالحاجات دي مرمية تحت الأرض. فهُم بيفتحوا أي حد بيمشي دلوقتي بالskate يقول لك أنا coach فهافتح أكاديمية فتحي لتعليم الskate. النتيجة بقت كلّها عشوائيات، بس المجال still موجود، فأنت قادر إنّك تعمل توليفة حلوة لفكرة التدريب، تفتح أكاديميات محترمة بنظام محترم وتعمل له business plan محترمة وdatabase محترمة كده تمشي بيها وتشوف الإيفنتات اللي بتتعمل دي، يعني عمرو حمادة قدر إن هو يجيب 1700 واحد بيلعبوا skate ماشيين في الشارع على محور جمال عبد الناصر، لو أنت اتكلمت عن ال1700 دول بإن هم الskater اللي في مصر تبقى غلطان. حواليهم كتير جدًا بيمارسوا لعبة الskate على قدّهم في بلدانهم، وما سمعوش عن عمرو حمادة ولا الevent اللي عمله، فدي غلطة كبيرة جدًا لو أنت ضميت أو اعتبرت إن الskater اللي في مصر هم ال1700 بس، تمام؟ فده أول نقطة. النقطة التانية بعيدًا عن التدريب وإنك تعمل له business plan محترمة، نفس الخطوات دي ممكن تعملها في البيع والشرا، إنك ممكن تشتري منتجات تخص الskate أيًا كان بقى مكونات skate كامل، safety غيره، غيره، غيره. أفراد ممكن يعملوا ده أو شركات كبيرة زي اللي موجودين هنا already وبدأوا يتعاملوا، بس للأسف هم بيتعاملوا ببراندات مش قوية كفاية إن هي تكون منتشرة. الناس اللي بدأت تتواصل مع الشركات الكبيرة أو مع البراندات القوية في السكيت قليلين في مصر. فأنت لو قدرت إنك توصل في مرحلة ما من مراحل انتشار اللعبة في مصر إنك تتواصل مع الشركات دي، ممكن تقدر تطلب منهم إن هم يصنعوا منتجات تناسب البيئة في مصر وتناسب السعر المصري.
يعني المستهلك في مصر ليه ابعاد معينه بالنسبه لاي منتج في العموم، فانت قادر انك يعني طبعا طبقا لمعايير معينه، ومعايير الجوده دي بتختلف من بيئه للتانيه وليها ابعاد كبيره جدا. بس احنا بنتكلم على المنتج اللي يناسب البيئه المصريه ويناسب المستهلك المصري بطبيعته ويناسب السعر اللي هو يقدر يقدمه. تقدر في خلال فتره زمنيه بسيطه قوي دلوقتي تتواصل مع الشركات الكبيره دي من خلال الادوات الاتصال الكتيره يعني المتاحه، وتقدر تبني معاهم قنوات اتصال قويه جدا ان هم اصلا ياسسوا لك البيزنس بتاعك هنا في مصر من خلال بقى دعم ومساعدات واضحه من الشركه وغيره وغيره، فتقدر تبيع وتشتري. لو وصلنا للاتجاه الثالث اللي هو تنظيم الايفنتات، في ناس كتير جدا بتشتغل في تنظيم الايفنتات في مصر، مش بس الرياضيه، لكن بينظموا الايفنتات الخاصه بوزاره الصحه، بوزاره التعليم، بالجامعات، بغيره وغيره. دول بيخش لهم دخل كويس جدا. لو انت خدت الاتجاه ده من الاستثمار للايفنت الخاصه بالسكيت، هتطلع منه عائد وربح قوي جدا. فخلينا نقول فكره زي تنفيذ ايفنتات تناسب اللعبه بقى. يعني مثلا تجمع ما بين الناس بتوع البورد والاربن سكيت، وما بين او الانلاين يعني بشكل عام، وما بين الناس اللي بتعرف تلعب حاجه بروفيشنال يتفرج عليها جمهور، او انك تجيب الناس كلها تمارس نفس الاتجاه اللي هيتلعب النهارده، وهكذا. انت ممكن تعمل افكار كتير جدا، واعتقد يعني هتلاقي ناس كتير عندها الافكار دي بس مش ماشيين فيها، بيقولوا او بيحاولوا ان هم يعملوها بشكل او باخر، ما بتكونش متنظمه كويس، والنتيجه بتاعتها بتكون سلبيه في الاخر، او ممكن تكون ايجابيه لكن محدوده في النهايه. فلا، الاستثمار في السكيت في مصر رائع رائع جدا. هو الحلو في الموضوع ان هو لو اتخذ المجال ده هو بشكل ايجابي واتخذ بيه بشكل جدي، هي هيكون كل المجالات او كل القطاعات في عالم السكيت والسكيترز اللي هم بيستثمروا وقتهم بشكل كبير جدا في السكيت هيكونوا كسبانين. ففي كل حالة اللي هو المستثمر هيكون فايز واللاعب هيكون فايز، وحتى اللي هم الشامبيونز واللي هم الأبطال في المجال ده هو هيكونوا برضه كسبانين في المجال. أنا بتخيل المنظر أو المشهد من هنا لأ، هتكون حاجة إيجابية لو اتخذ بس الموضوع بشكل الناس إيجابي. تمشي فيه طبقا لقواعد البيزنس الحقيقيه. يعني سيبك انت من جو ان انا خلاص انا قررت ان انا هبيع سكيت، ماشي، هتعمل ايه؟ انا هتصل بالشركه اللي بتصنع السكيت ده في الصين واقول لهم انا عايز 10 سكيتات مقاسات مختلفه. ده مش بيزنس، ده انت كده بتتاجر في كشك سجاير، مع احترامي طبعا لتاجر السجاير. بيحنكش كده. بس ده مش بيزنس. عشان تعمل بيزنس صح ومحترم، وانا مش خبير بس انا شايف ان ده اللي بيحصل مش مظبوط. انت تقدر تستفيد منه بشكل سليم جدا. اعمل بيزنس بلان محترمه، هات المتخصص اللي يقدر يفيدك بيها، وتعاون مع ناس تعرف تعمل لك ريسك اناليسيس صح، وتعرف تعمل لك بلان او بزنس بلان محترمه كده تمشي بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه والفيدباك اللي هيحصل من المنتج ده هيبقى عامل ازاي، والسايكل بتاعتك من اول ما تتواصل مع الشركه وتوديك للمصنع بتاعهم وتطلب منهم مواصفات معينه، او حتى لو انت مش هتقدر تاخد منهم مواصفات معينه عشان مش هتقدر تاخد منهم كميه كبيره، بس في النهايه تقدر تطلب منهم حاجات تخصك انت كالسعر مثلا، وهكذا. فبالتالي البيزنس يبقى مبني على اسس قويه وسليمه يعني. سافرت قبل كده بره مصر بالسكيت؟ لا بالسكيت لا، ما لعبتش سكيت بره مصر. بس شفت الكوميونتي شفتهم كتير قوي. بشكل يعني فعلي اللي هو أنت موجود معاهم او حاجه زي كده، او شفتهم بشكل عام ولا في كلها سوشيال ميديا؟ لا سوشيال ميديا بس. اتوقع ان مصر يوم من الايام تكون زي بره. هو في عندنا ناس احسن من بره، وفي ناس بره عاليين قوي مش هنوصل لهم بسهوله، عشان يبقى الكلام منطقي شويه. بس لا، عندنا في مصر ناس كويسه جدا يعني تقدر تعمل حاجات حلوه. انا قلت لك احنا بنفتقد التنظيم بس. يعني لو عندنا اتحاد قوي للعبه، او عندنا ناس بتورجنايز اللعبه او بتنظم اللعبه بشكل سليم، او التيمات دي تيمات حقيقيه، يعني التيم اللي احنا بنسمع عنه في محافظه كذا وفي مدينه كذا، لو التيمات دي او الفرق دي فرق حقيقيه منظمه وليها قواعد واصول حقيقيه، الموضوع هيبقى حلو قوي قوي. بس لا، انت عندك جروبات واتساب، مش فرق. مع كامل احترامي والله للناس كلها، بس لو احنا بنتكلم بقى من باب الاستثمار زي ما كنا لسه بنقول من شويه، او من باب ان انت تحافظ على اللعبه وان هي تنتشر اكتر وتنافس الناس بره، لا انت محتاج تعمل فرق حقيقيه ليها قواعد رياضيه خاصه بيها، خاصه بالرياضه دي تحديدا. يعني كان لسه في حد بيكلمني من كام يوم، هو بيلعب نوعيه لعبه مميزه شويه اللي هي السلايدات. بيقول لي انه التصنيفات اتغيرت من الحاجات اللي كانت في الاي بقت في البي، وبعدين رفعوا يعني في معايير انا ما اعرفهاش، انا مش فاهمها اصلا. بس هو بيقول لي في سلايد كان متصنف ان هو تصنيف A،
في الكاتيجوري A نزل لبقى تصنيف B. ده معناه ان السلايدات دي اتطورت. طب هل كل اللي في مصر بيلعبوا سلايدات فاهمين حاجه اصلا، فاهمين ان في تنظيم او في تصنيف للكاتيجوريز الخاصه بالسلايدات؟ اعتقد لا. فانا شايف انه محتاجين بقى نوعي الناس، يبقى الفرق دي عندها على الاقل في 2-3 منها فاهمين سكيت كويس جدا في اتجاهاته. يعني واحد بيلعب سلالوم بشكل احترافي، واحد بيلعب ايربن بشكل احترافي، واحد بيلعب ويزرد بشكل احترافي، فقادر ان هو يفيد الناس اللي هتتوجه من جوه التيم للاتجاه ده، قادر يقول لهم القواعد الحقيقيه والسليمه بتاعه اللعبه دي ايه. حتى لو هي اللعبه في النهايه فري ستايل وانت بتلعب من غير قواعد، بس هي في النهايه ليها قواعد، ليها اطار. الاطار ده بيحددك شويه برضو، بيخليك تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. انا دلوقتي بعيد عن السكريبت اللي احنا ماشيين عليها او المحاور اللي احنا ماشيين عليها. انا دلوقتي استشعرت القيمه اللي ورا البودكاست. انا مش بتكلم اللي هو انا بعمل حاجه، لا، هو كان عندنا ضيف عمر عيد، مش عارف الحلقه دي هتتعرض قبله او بعده. ان شاء الله هتتعرض في رمضان. بس كان بيتكلم عن حته اللي هو السلايدات تحديدا. لما انت اتكلمت على السلايد سمع معايا على طول في الحته ديت، ان هو احنا اتكلمنا عن التقسيمه بتاعت السلايدات، وفهمنا الناس ايه الفكره منها حلو وازاي قوي، وصلوا. حلو قوي. فانت توصل الوعي ده للناس، بس ايه، للمهتم. توصل بالظبط. بس للمهتم فعلا وتاثر فيه. الفكره انك لو شرحت التقسيمات دي بشكل سليم في بودكاست زي ده، انت برضو خسرت جزء من المجتمع المهتم بيه. انا شايف انه لو الفرق نفسها جواها اطراف مهتمه بالانواع دي من اللعب ومهتمه بقواعدها، يعني مثلا عندنا في فور ويل عمرو حماده مميز في الاربن والاجريسيف وعارف قواعدهم كويس، او يقدر يخليني انتقل لمرحله ان انا العب اجريسيف. لو انا قررت هيقدر يخليني انتقل لمرحله الاجريسيف بشكل سليم. بس ما عنديش حد في التيم مثلا يقدر ينصحني ويزرد، ما عنديش حد في التيم مثلا يقدر ينصحني سلايدات بشكل حقيقي. هو كلهم بيعرفوا يعملوا سلايدات، كل واحد منهم مميز في سلايد منهم، بس ما تلاقيش واحد فاهم قواعد حتى لو ما بيعرفش يعمله، بس فاهم قواعد التحكيم بتاعه السلايد ده ايه. لو واحد مننا قرر ان هو يدخل بطولة بكرة الصبح، مش هتلاقي 3-4 عارفين يساعدوه. فدي الفكرة، انه ما عندكش الثقافة الكاملة اللي تخليك تبقى بتقول انا فريق حقيقي مبني على اسس وقواعد واضحة، انه عندي كل الفئات موجودة جوه التيم، او انا التيم ده مثلا مهتم بالاتجاه الفلاني. يعني يشاع على الانستجرام ان تيم المعادي سلايدات، اه، بسبب اتكلمنا عمر على عيد دي. برضو بالمناسبة يعني، انه معظم الوقت بتلاقيهم بيلعبوا سلايدات. يعني تلاقي هنا وعمر عيد وحتى عبد الرحمن، انا بحب عبد الرحمن جدا بالمناسبة، تلاقي عبد الرحمن وهنا وعمر عيد وغيرهم بيسلايدوا بس طول الوقت. هم ممكن يكونوا بيلعبوا حاجات تانية كتير جدا، بس الفيديوز المنتشرة ليهم على السوشيال ميديا سلايدات وبس. فالنتيجة انه سمعة المعادي بالسلايدات. لو رحت بقى عشان تطلع منهم حد بيقول قواعد السلايدات، هتلاقي عمر عيد. اذا هم تميزوا في السلايدات لان في حد فاهم قواعد السلايدات. فهمت قصدي؟ ده اللي عايز اقوله، يعني انه طالما في التيم حد قادر انه يمشي في الاتجاه ده بقواعده، فهتلاقي الفايدة عمت في الاتجاه ده. دي حاجه رهيبه، والحلو ان هو دي حاجه ايجابيه هتوسع المجال وتخليه بالظبط. ينضج اكتر. فدي حاجه أنا مبسوط بيها. عايز ارجع لنقطه بس صغننه في حته اللي هو الشغل والسكيت. انت ازاي يعني بتدير وقتك ما بين الشغل والسكيت؟ احنا اتكلمنا في هو حته اللي هو انت ما اديتش السكيت قيمه اكتر من قيمته. انت اديته ان هو كرياضه وبتقضي فيها مثلا ساعتين محددين في الوقت في لا ده الشغل. دلوقتي. ده دلوقتي. لكن قبل وده كده الشكل الصحيح اللي انت اللي انا وصلت له. وصلت له. لكن قبل كده كنت مديله زيادة عن حقه. امم. بالنسبة لي، بالنسبة لمعاييري انا الخاصة، كان ده واخد وقت اكتر من وقته، واخد مجهود وطاقة اكتر من اللي يستحقها. مش كسكيت قد ما في اشياء محيطة بيه. طيب علشان اجاوب على فكرة انه ازاي برتب وقتي او بمانجمنت وقتي وادور وقتي ما بين الشغل وما بين السكيت، هو انا شغلي اونلاين. طبيعة شغلي ان انا قاعد قدام شاشة وكيبورد وماوس زي ما قلت في اول البودكاست. الفكرة كلها بانه انا بختار الوقت الانسب ليا، لكن مش الديدلاين. يعني مثلا اذا كان عندي ديدلاين لتسليم المشروع ده او الميعاد النهائي، يعني علشان اتفقنا على اللغة العربية، الميعاد النهائي للتسليم بتاع المشروع ده يوم 30 مارس. فانا متاح بالنسبة لي من يوم 20 ليوم 30 ان انا اشتغل عليه، اشتغل بالليل بالنهار مش مهم، في النهاية لازم يتسلم يوم 29 مارس قبل الميعاد بيوم.
فعندي المساحه اللي تخليني انزل اسكيت او انزل اظبط حاجه او انزل اصور في ايفنت مع عمرو حماده او ان انا انزل مثلا اسافر ايفنت في اسكندريه او في بورسعيد، فقادر ان انا ارتب اموري. لكن ده بالنسبه لحد تاني ما اعتقدش ان هو هيكون مناسب ليه. لذلك لسه بنرجع تاني لنقطه التيم. التيم هيديك المساحه اللي تخليك عارف تلعب في اتجاه معين وفي وقت معين. لو احنا بنتكلم في انتمائك لتيم بينزل على ارض الواقع مثلا شبه يومي، فانت هتنزل في المكان ده على حسب الوقت المتاح بالنسبه لك ككبار السن اللي زي حالاتي يعني. الناس الكبيره دي اللي عندها شغلها وحياتها او حتى عندهم دراستهم، لو قرر ان ينزل الساعه 11 بالليل هيلاقي في 2 3 موجودين، فمش هيبقى لوحده. دي الفكره، انك تتدرب مع تيم او مع فريق يعني. بس نتمنى انه يبقى فريق حقيقي برضو تاني. يعني بنحاول نزيد الوعي بس في الحته ديت. طب لما يجيلك شغل وانت في سيرها سكيت انا بكنسل السكيت وامشي. و... انا في اوقات بكون في سيشن تدريب، يعني ايام ما كنت بتدرب مع عمرو حماده كنت بكنسل السيشن وامشي، اقول له معلش انا جالي شغل. وده اظن طبيعي اللي انا هو بالنسبه انت. لي لازم، ده اجباري مش بس طبيعي، ده الزامي، يعني انا ملزم ان انا اعمل ده. لانه زي ما قلت لك شغلي في ديدلاين او في ميعاد لازم يحصل فيه التسليم ده، فممكن يبقى في ريفيجن او نوتس حصلت او ملاحظات اتقالت بشكل واضح لازم تتعدل، فلازم اكون قاعد قدام الشاشه دلوقتي وبعدلها. ايه افضل ايفنت حضرته وليه؟ يعني حاجه كده شفتها كده رهيبه، حاجه تنظيم حلو، حاجه معموله مدروسه حلو، حاجه اتعملت بشكل احترافي. لو تنظيم حلو قوي يفوز بيها ايفنت الاجازه واحد، برغم مشاكله لكن كان بالنسبه لي ممتع. انا بالنسبه لي انا كنت مستمتع لان كل حاجه زي ما احنا رسمناها، قعدنا خططنا اتفقنا 1 2 3 4، دورك يا عادل انك هتصور، خلاص تمام انا كنت بصور وبس. دورك يا هشام مثلا هتعمل كذا، دورك يا فلان هتعمل كذا. عمرو حماده برضو عنده خطته الخاصه بالسكيت بشكل شويه لطيف، فكان ايفنت الاجازه واحد انسب حاجه بالنسبه لي كتنظيم. لكن اكبر تجمع سكيتر مؤثر ان هم متجمعين بهدف التأثير في بعض، وانه قابلت ناس واستفدت منهم واتكلمنا مع بعض عن السكيت ودردشنا مع بعض عن السكيت بشكل كبير، كان ايفنت بورسعيد. انا حضرته هو مرة واحدة، هم بيقولوا انه حصل مرتين، بس انا حضرته مرة واحدة اللي هي السنة اللي فاتت دي. ما كانش حد يعرفني ولا كنت اعرف حد عشان اكون صادق يعني. بس الكاميرا شوية ملفتة ال 360، فيمكن الناس لما بتسلم ولا حاجة كان بيبقى بهدف الكاميرا. بس انا عن نفسي اتبسطت قوي انه وقتها كنت عارف التوينز والتوينز عارفيني يمكن دول، وجودي الصغيرة اللي هي الشروق مش مدينتي، دول اللي يعرفوني يعني. فلا كان الايفنت بالنسبة لي حلو، انه كان فيه تجمع كبير للناس بيتعرفوا بقى بشكل حقيقي، بيمارسوا رياضة حقيقية. ما كانش فيه كروزة كبيرة بس كان فيه لعب مع الكروزة دي، فلا كان ممتع بالنسبة لي يمكن عشان قضيت معاهم يومين. وتتمنى ان كل الايفنتات او البطولات او الحاجات الخيريه اللي بتعمل زي كده تكون نفس بورسعيد، ولا تكون بشكل عالمي احسن؟ بص هو الفكرة انك عشان تبقى عالمي زي ما قلت لك من الاول انت محتاج تنظم اكتر من كده، وللاسف التنظيم ده مش هيحصل ببساطة. لازم الاول الناس اللي هم التيم ليدر بتوع السكيت في مصر يقعدوا مع بعض بشكل حقيقي بقى، مش فيرتشوال يعني، مش بيقعدوا اونلاين كده ولا بيتكلموا واتساب. لا لازم يتفقوا كده على قواعد يعني مش قواعد تحكم السكيت قد ما قواعد تحكم اللعبة بشكل عام. يا جماعة عايزين نقلل من كذا ونزود من كذا، ويتفقوا يعني ما بينهم. مش بقول ان هم يحددوا حد كبير وحد صغير قد ما هم يحددوا بس قواعد يتفقوا عليها تبقى مخليه شكل الموضوع متفق عليه. اللي بيلعب سكيت في أسوان معروف ان هو بيلعب سكيت شبه اللي بيلعبوا في بورسعيد شبه اللي بيلعبوا في اكتوبر، ففي النهاية لعبة واحدة. لكن دلوقتي انت بتلاقي للأسف منتشر في وسط البلد سمعة، منتشر في الشيخ زايد سمعة تانية خالص، ممكن تكون هنا سلبي وهنا إيجابي، أنا مش هقول مين فيهم اللي إيجابي ومين اللي سلبي يعني، بس هو ده بينشر السكيت بشكل سلبي وده بينشر السكيت بشكل إيجابي. ممكن العكس في مكان تاني راقي جدا يعمل تجربة سيئة جدا فتسيء للموضوع، ما تبقاش فاهم مين اللي بيسوق للسكيت بشكل كويس ومين اللي بيسوق له بشكل سيء. فالإيفنتات لو رجعنا لها تاني إنك محتاج التنظيم رقم واحد، وعلشان تعمل ايفنت حقيقي في الوضع ده ويبقى يكون استثمار قوي جدا مش بس مدر للربح قد ما هو كمان مفيد للعبة، فانت محتاج تحط اهداف حقيقية. قول لي مثلا الهدف او السلوجان الاساسي بتاعك اليومين دول في التنظيم للايفنت اللي جاي، انك تدعم فكرة انتشار السكيت،
او انك تتكلم عن اخلاقيات اللعبه دي تبقى عامله ازاي، او ان احنا عايزين نخلي شكلنا حلو قدام الناس. اديني اهدف، او حتى لو هدف واحد من كل ايفنت، بس هدف حقيقي ينفع يتحقق، وبناء عليه تحقق وتقول للناس ان انت بصوا يا جماعه، نتيجه الايفنت الفلاني احنا عملنا كذا وقدرنا ننجح بالشكل الفلاني، فالايفنت هيكون احسن. ده رقم واحد، او رقم اتنين عفوا بعد التنظيم. يعني رقم ثلاثة، انا لو بشكر في ايفنت بورسعيد فانا بشكر في شكله العام والتعارف بتاع الناس اللي فيه، لكن برضو كان في مساوئ. ممكن نتكلم عن فكرة الكروز القصير. انا راجل عايز كروزك طويلة جدا، انا مستمتع بالمسافة الطويلة، مش مستمتع بالسرعات اللي فيها، بس انا مستمتع بالمسافة الكبيرة. فهو ما كانش في مسافة كبيرة، انا زي ما بقول لك ما كانش في سكيت قوي قد ما في دايره معارف اكتسبتهم في الايفنت ده كبيره وقويه، تخليني فيما بعد متواصل معاهم وبكسب منهم معلومات وخبره كويسه. لو انت بقى بتتكلم في انه ازاي نعمل ايفنت عالمي، او من وجهه نظري يعني نقدر نعمل ايفنت عالمي او لا، انا شايف ان احنا نقدر ببساطه لو اتبعنا بس 3-4 خطوات كده بسيطه، منهم التنظيم والاتفاق على مبادئ معينه ومعايير معينه، وتحدد بقى اهداف للايفنت ده تقدر تحققها. ومحتاج الدعم الحكومي بشكل قوي حقيقي، مش كلام. الدعم الحكومي ده انا شفته في اسماعيليه وشفته في بورسعيد. السويس ما كانش موجود، المنصوره للاسف ما كانش موجود، اسكندريه لا، اسكندريه الاخير كان حلو. لا، انا حضرت فيها 3 مرات، بس الاخير ده كان حلو شويه في الحكومه. الدعم الحكومي اللي كان موجود، يعني كان في عربيتين شرطه وعربيه اسعاف، وكانوا موفرين لنا حاره برضو على الكورنيش، حاره كامله تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. وطلعنا في الحاره التانية، بس في النهايه موفر لك حاره على الكورنيش لطيفه جدا بالنسبه لنا. بس الدعم الحكومي في الاماكن اللي فيها عدد كبير ما كانش موجود. يعني نرجع تاني لعمرو حماده، ويمكن انا كلامي عن عمرو حماده كتير بسبب ان انا بنتمي لفور ويل، او ان انا واحد يعني بدات اللعبه من خلال فور ويل. فالايفنت بتاع عمرو حماده لو كان في دعم حكومي، مش مادي، انا محتاج التواجد، محتاج ان هو يقفل لي شارع، يقفل لي حاره في شارع، يقول لي انا همشي جنبك هنا بوكس شرطه او عربيه اسعاف، فتخلي العربيات يعني تحفظ لك قيمتك وكرامتك. فلو كان الدعم ده موجود، كان الموضوع الفيديو نفسه كان هيبقى مختلف قوي. فانا يمكن يا جماعه بتكلم عن اللعبه من بعيد شويه بسبب ان انا بشوف فيديوهات بصورها، فغير اللي بتتنشر لكم دي. يعني انا بصور فوتج مثلا ممكن ساعتين في كل ايفنت، او 3 ساعات اجمالي تصوير في كل ايفنت، بيتنشر منهم 4 دقائق او 5 دقائق اجمالا. فلا، انا بشوف مشاهد كتير جدا لو فيها الدعم الحكومي ده هتبقى قويه جدا. جميل والله، انا مستمتع لحد دلوقتي ويعني مبسوط بصراحة. اشكرك. يعني فعلا في كلام، فعلا في قيمة، ولو اتحقق هيكبر ويدي قيمة كبيرة جدا في المجتمع السكيت. مش هيتبص له ان هو اللعب وخلاص وتضييع وقت، لا، حتى الاهالي واولياء الامور هيشوفوا الموضوع بشكل تاني خالص. بالظبط. نرجع لعادل يعني نهاية السكيت مع عادل هيكون ازاي، او انت عايز توصل لايه في السكيت؟ هو انا عن نفسي دلوقتي بحاول اطور من لعبي في السكيت بان انا العب واستمتع زياده شويه. انا في حاجات بتعوقني وانا بلعب سكيت، ان انا زي ما قلت لك الجامب ما بعرفش جامب فجاه. يعني لو ظهر قدامي عقبه فجاه بتي بريك، وده البريك الوحيد او الستوب، طريقه التوقف الوحيده اللي بعرف اعملها. نتيجه ده في متعه او جزء كبير من المتعه ناقص او ضايع. فبالتالي بحاول اطور من نفسي من خلال ده بالتعاون بقى مع ناس كتير بصراحه، يعني من بينهم كيتا زي ما كنت لسه بقول لك في وسط البلد، عمرو حماده هنا في اكتوبر. دول بيحاولوا ان هم يساعدوني بشكل مباشر، يعني في ان انا اتجاوز العقبات دي. بس برضو علشان انا لسه جسمي متخشب ومتنشن، وانا ما بلعبش رياضه تانية خالص، يعني ما بعملش مثلا استرتشات، او ما بسخنش جسمي كويس، وما بفكش عضلاتي والكلام ده. بس ان شاء الله يعني في الخطه اللي جايه. هدفي ايه من السكيت فيما بعد؟ مش اكتر من المتعه زي ما قلت لك. يعني انا مش محتاج ان انا اعمل فيه حاجه ولا استثمر فيه حاجه، لان انا شايف ان ليه اهله، واهله دول هم اولى بيه مني. يعني اهل السكيت اللي ممكن يستثمروا فيه ويطلعوا منه ناتج، اولى بيه مني بكتير جدا. انا راجل جديد قوي او طارئ على السكيت، مش الشخص اللي ممكن يجيد الاستثمار فيه يعني. بس عن نفسي ما ببخلش بمعلومة او بنصيحة ممكن اوجهها لحد ممكن يكون حابب يستثمر فيه يعني. رسالتك لشخص زيك وممكن يكون اكبر منك وعنده وظيفته وممكن يكون عنده عيال ومتجوز وعايز يلعب الرياضة دي كرياضة. والله انا شايف ان هو ممتع قوي السكيت، بس برضو زي ما قلت مع الحفاظ على السيفتي. انا مهما تمكنت ولو وصلت لمرحله ان انا يعني بقيت محترف جدا، برضه هفضل البس السيفتي.
انا مصر على المبدأ ده. الاصابه بالنسبه للكبير معقده لانه ممكن تدخل في حيز انه يقعد في البيت، فالتعقيد بتاع انه يقعد في البيت هو هنا كارثي. هو مش طالب في جامعه فهياخد اجازه او المحاضرات هتتنقل له من صديقه، لا هو حياته هتقف، بيته هيقف. فبالتالي لا، خلينا من السيفتي، والسيفتي بيحمي جدا. فانا بنصح انه الناس تلعب سكيت جدا جدا. اي حد حابب الفكره ممكن يجربها، بس ما يروحش يتورط في حاجه غاليه، ما يشتريش حاجه غاليه. قد ما ممكن يجرب بالايجار او يجرب من صديق او زميل جنبه او حد يعني يكون بنفس المقاسات بتاعته، ويشوف اذا كان الموضوع ممتع بالنسبه له، في قابليه انه يجرب، ممكن يشتري طبعا ويعيش التجربه، والموضوع ممتع جدا جدا لاقصى درجه يعني. وزي ما قلت في الاول ان هو بيفصلني. طيب عادل، طيب بالنسبة أنا دلوقتي شخص اهوت كبير في السن، ومش هقول كبير في السن، يعني يعتبر في منتصف العمر 30 سنة أو ممكن يكون 40 سنة، ومقبل إن أنا أخش الكوميونيتي دهوت. إيه الحاجات، يعني أظن إن هو مش كل حاجة كاملة، بس إيه اللي ممكن أواجهه في الكوميونيتي دهوت بما إن هو كوميونيتي رياضي وفيه شباب؟ إيه الحاجات اللي ممكن أواجهها من حد كبير في السن، أو حتى يكون الكوميونتي بشكل عام موجود فيه، من ناحية تعاملات أو مع الناس، أو إزاي أتعامل معاهم؟ حاجة جديدة عليا طبعا. بص، هو خليني برضو اكون مباشر معاك في اجابه على سؤال زي ده. انا ما اقدرش اقول لك ايه السلبي وايه الايجابي في اي مجتمع بشكل عام، اذا كان مجتمع السكيت، مجتمع كره القدم، مجتمع السباحه. كل مجتمع وفيه عيوبه يعني. بس ممكن اوجهك في حته انه انا شخص وصلت بعد سنتين لعب سكيت وتصوير مع السكيت واندماج بشكل قوي جدا في المجتمعات دي، الى اني وصلت في الاخر انه ما اديش السكيت بالنسبه لي انا اكتر من حقه. زي ما قلت لك من شويه، ان السكيت بالنسبه لي متعه، ما يزيدش عن ان هو يكون متعه، بيفصلني، بستمتع طول الوقت بيه. طيب ده ممكن ياخدني لفكره ان انا اندمج مع ناس، والناس تدخل في علاقات معايا ونتكلم وندردش، ومكالمه بقى في نص الليل نحكي فيها عن تجارب ده بيترجم غلط. في النهايه نسبة تفوق 70% أو 80% من السكيترز الموجودين دلوقتي، إذا كانوا محترفين أو هواة، هم تحت 20 سنة. تحت 20 سنة هي ناس لسه خبرتها ضعيفة مهما كانت، ومهما كان قدرتها على التعامل مع ظروف الحياة ومع معايير الحياة، وإن هم ناس ناجحين في حياتهم، بس هم في النهاية تجاربهم الشخصية ستيل ضعيفة أو محدودة. محدودة. فنتيجة لده المشاكل بتكون كتيرة، والمشاكل والتصنيفات اللي بتكون نتيجة المشاكل دي بتكون كتيرة. يترجم كلامك غلط، يتم تصنيفك غلط، تتحط في بؤرة غير البؤرة بتاعتك، أو حتى تتاخد لمكان تاني غير مكانك. فده هيسبب لك مشاكل كبيرة في حياتك. طيب أنا علشان أتجنب ده بالنسبة لي قررت مؤخرا، زي ما قلت لك من شوية، إن السكيت بالنسبة لي هيكون مجرد متعة. التصوير هيكون لمجرد بروجكت ضخم او حاجه تكون جديده بالنسبه لي. يعني انا لازم اكون هعمل حاجه جديده. في واحد هيجامب من فوق عربيه لامبورجيني زي اللي شفناها في الفيديو كلنا على الانستجرام، ده جامد. انا هنزل بكل معداتي يا باشا واصور لك الفيديو من تحت العربيه، ما عنديش مشكله خالص. طب لا، احنا هننزل بقى نكروز كده في الشارع، هاخد ال 360 وهمشي. جبنا فيديو حلو هنشره، ما جبتش فيديو حلو خلاص. انا راجل لا مهتم بالسوشيال ميديا ولا بالشهرة عليها، ولا مهتم بان انا ابقى معروف ومشهور. انا ممكن تكون الناس حطتني في بؤرة نتج عن ان انا اتحط في بؤرة الشخص المهم او القوي او الشخص الكويس، ان انا بقى يتحسب عليا كل تصرف بعمله. فممكن يكون التصرف بتاعي يتم ترجمته ترجمة بسيطة، لكن بسبب انه الناس واخداني في مكان غير مكاني، فيتم ترجمته على انه في مكان غلط، او انه يتم عقابي بشكل قوي جدا، والناس تاخد مني موقف كبير جدا اكبر من حجم الموقف نفسه، علشان بس ان انا اتصنفت من الاول على اني شخص كبير وناضج، وان لازم اكون قدوة. انا مش قدوة، انا مش منتظر تصنيف من حد. نتيجة لده انا ممكن اكون معترف باخطائي باندماجي القوي جدا في الكوميونتي دي، اللي هي زي ما احنا قلنا في النهاية تلتينهم او اكتر من التلتين شوية هم صغيرين في السن، فتجاربهم الشخصية محدودة زي ما انت سميتها محدودة. فبالتالي لا، انا اتجنب ده كله، واصنف نفسي في شخص معزول، او شخص الى حد ما هخلي عندي الدايرة القريبة مني اللي يفهمني وعارفيني، وامشي معاهم في الاطار ده بس، واتعامل من هذا السياق يعني، او من هذا المنطلق، ان انا اكون بلعب سكيت بستمتع بيه، بنزل مع كل الناس عادي خالص، بس ما بختلطش مع كل الناس. ممكن تاخدها نصيحة اوكي، ممكن تعتبرها ان دي وجهة نظري الشخصية او تصنيفي الشخصي للمجتمع ده، اوكي. هو كل واحد عنده قدرته على الحكم على الاشياء،
ومهما كانوا برضو زي ما انا بقول هم صغيرين، لكن هم ناضجين كفايه اللي بيخش مجتمع السكيت اذا كان جديد او حد قديم يعني بينتمي اليه، فهو عنده القدره على الحكم على الاشياء، ونتيجه قدرته على الحكم على الاشياء ده يقدر يصنف نفسه ينتمي للناس او لا. انا عن نفسي مش هختلط بالشكل العام والقوي والمباشر مع الناس بشكل عنيف زي الاول. اوكي جميل. الموضوع بالنسبة لي مشي برضو في اتجاه مختلف شوية، انه زي ما انا بقولك اتصنفت تصنيفات ما استحقهاش من البداية، لكن اتصنفت برضو عند بعض الناس بشكل لطيف وشكل كويس. انا عن نفسي مبسوط بان انا اكتسبتهم كدايرة معارف، وان كان البعض منهم يعني انا احب جدا ان انا اسميه صديقي يعني، لكن ما اعرفش هم ممكن يعتبروني ايه، فممكن اسميهم دايرة معارف. مبسوط جدا بمعرفتي بالتوينز مثلا، توينز رجب في اسكندريه، مبسوط بمعرفتي بعمرو حماده، بكيتا، بزياد خالد في الرحاب. مجموعه كبيره جدا من الناس اللي عرفتهم من السكيت، عمر وصفي في اسماعيليه. الناس اللي بتوع بورسعيد كلهم جمال جدا، مشوا معايا ولفوا معايا الليله اللي انا قضيتها هناك دي، بيعرفوني على البلد والمعديه دي تجارب حلوه جدا داخل المجتمع بتاع السكيت. ما تبعدش او ما تنفيش السوق اللي موجود في المجتمع ده. السوق اللي موجود في المجتمع ده هو سوق موجود في المجتمع المصري بشكل كامل، لان احنا عندنا مشاكل مرتبطة بالتربية كبيرة جدا. انا مش الشخص اللي عنده القدرة على ان هو يصنفها او يحكيها او يسردها يعني، لكن في النهاية هي موجودة، هي اوريدي موجودة، واحنا كلنا صغيرين وكبار عارفين او معترفين بيها. بس. رهيب رهيب. شكرا يا عادل. اهلا شكرا بيك يا شكرا صديقي. شكرا. تسلم. استمتعت جدا. أظن حلقة عالمية والله. حبيبي يا ريس، اشكرك. اه